ولا عبد الله الشاذلي هو بيتحبس اهو. ما تطفحش عيالها عشان تجيب القلوز. طب تستبدلها بايه؟ اخواتي، انا ماليش في الاخبار المفبركه، لكن وقع قدامي خبر ترند كل الناس بتتكلم عليه، الفيديو بتاع لحظه القبض على عبد الله الشاذلي. ليه الشرطه قبضت عليه؟ وايه حكايه البصل الكيلو ابو 3 جنيه اللي سبب حبسه؟ ده اللي هنقول لكم عليه وهنكشف لكم السر في دقائق معدوده. بس كان في حاجه مهمه برضو، لو بيهمك غلا الاسعار وعايز تعرف الوصفه السحريه عشان تعيش مرتاح وما يفرقش معاك جنون الاسعار ده، هنقول لكم برضو الحكايه بالكامل. لكن خلونا نبتدي بالترند اللي شاغل بال ناس كتير، ومن امبارح التيك توك كله مقلوب. ده كان الترند رقم 1 على التيك توك، خبر القبض على عبد الله الشاذلي. بس قبل ما نقول لكم عليه، هو مين عبد الله الشاذلي؟ ده شاب عنده محل ملابس، كل يوم والتاني بيعمل عروض مختلفه. الموضوع مشي معاه وبقى ترند نظرا لاسلوبه، وعمل مهرجان كان بيبيع فيه، عشان كده الناس بقت عارفاه، وهو ركب الترند اكتر واكتر لما بقى يقدم عروض مختلفه. واللي اكتر من ده كله، اللي هو بقى يدخل في تنافس واشتباك مع كوكو اند اس، وده واحد تاني مشهور عنده مجموعه محلات بيعمل عروض. هنا الزبون هو المستفاد، وكل الناس بتقول عبد الله الشاذلي ده راجل جدع، عشان كده بقى يجيب لهم عروض مختلفه. واكبر ترند عمله اللي هو موضوع البصل، خلى الكيلو عنده ب 3 جنيه بعد ما كان في الاسواق ب 30 و40 جنيه. لكن اللي قفل عليه الترند شاب طلع بفيديو بيقول عبد الله نصب عليا، خد مني طن البصل وما حاسبنيش. هنا احنا محتاجين نفهم يعني ايه خد منك الطن وما حاسبكش. عبد الله الشاذلي خد البصل ده من تاجر، كلف واحد قال له هات لي طن بصل، الراجل قال له انا هجيب لك الطن ب 25,000. الشاذلي وافق وراح باع الكيلو ب 3 جنيه، وهو خسران كده في كل كيلو 22 جنيه. يعني بحسبه بسيطه كده هنقول الطن واقف عليه ب 22,000. تمن السبونسر او الاعلانات اللي فاهم في مجال الترندات ده مش هيكلفك كتير. 22,000 وتركب الترند وتخلي مصر كلها تتكلم عليك، مش فلوس. وده اللي بيعتمد عليه الشاذلي، وفعلا دماغه شغاله، دماغ متكلفه، وخلى كل الناس تتكلم عليه. ومن هنا كانت نقطه انطلاقه، وابتدى يعمل مجموعه اعلانات ما بين بقى اورنج وما بين براندات كتير قوي طلعته، لدرجه ان ريهام سعيد استضافته، فالراجل حقق اللي هو عايزه. لكن الفيديو اللي طلع بيه تاجر البصل، الشاب اللي ليه فلوس عند الشاذلي، بيقول انا اتنصب عليا، انا مش هسكت على الشاذلي اللي خد مني البصل وما حاسبنيش على فلوسه. لما الراجل ده عمل الفيديو ده، بيقول الشاذلي عاقبه في فيديو اكتر لما جاب حواوشي وقدمه للناس. اصل الشاب ده بيقول انا عندي عربيه حواوشي وهو كده بيحاربني في اكل عيشي، فانا مش هسكت. وبعدها لقينا فيديو القبض على الشاذلي بيلف التيك توك كله، وهو الشاذلي فعلا، والناس بتصوره، وكانت الشرطه موجوده قدام المحل بتاعه. وهنا جه الدور بتاعنا، احنا عايزين نعرف الشرطه قبضت عليه ليه. اتواصلنا مع مباحث اسم تاني شبرا الخيمه اللي اكدوا خبر القبض على الشاذلي، لكن مش النهارده ولا الشهر اللي فات ولا من 3 شهور، ده من 1.5 سنة تقريبا، لما كان الشاذلي عامل عروض كبيرة وخلى في تدافع وفي تجمهر، فالشرطة اتدخلت وجابته عشان ما خدش اذن باللي عمله ده كله وسوء تنظيم منه. والموضوع كان اتحل في ساعتها والقصة اتنست. لكن اللي ما اتنساش الفيديو بتاع لحظة القبض عليه. تقريبا في اعداء كتير للشاذلي هم السبب في خلوا الفيديو ترند، بس اللي ما يعرفوش اللي الفيديو ده خلى الراجل ترند اكتر واكتر ويصب في مصلحته. كل واحد ليه اعداء في مجاله، ولعدوك الا ابن جارك. عشان كده عبد الله راجل ناجح. الشاذلي ده انا شايفه بالرغم ممكن ما يكونش حاصل على شهاده جامعيه ولا معاه دكتوراه ولا خبره كبيره في مجال الماركتينج، لكن قدر بسعيه وتفكيره واجتهاده ربنا يديله اكتر واكتر. ودي الرساله اللي محتاجين نقولها لكل واحد بيسعى، انت ربنا عمره ما يسيبك. الجزء الثاني والاهم بالنسبه لي، لكل الناس بتتكلم على جنون الاسعار. انت تروح تشتري النهارده كيلو السكر ولا الزيت ولا اي حاجه تلاقيها بقت غاليه جدا، مش عارف تعيش، مرتبك يا دوبك بيكفيك نص الشهر. طب عايزه يكفيك لشهرين قدام؟ هقول لك على الوصفه السحريه اللي متجربه فعليا، مش كلام وخلاص. تاجر مع ربنا. ايوه زي ما بقول لك كده، والله الموضوع سهل وبسيط. لو انت عايز دايما جيبك وبيتك في بركة وعمران وما تحسش بالغلا ولا الضيق ولا الفقر، تاجر مع ربنا. تاجر مع ربنا بالصدقات. تاجر مع ربنا ممكن بآخر مال في جيبك طلعه وجرب كده، شوف هيرجع لك عشرات أضعافه مش 10 بس. الوصفة دي متجربة يا جماعة. أنا شايف وحاسس
بكل اللي حواليا وكل الناس اللي بتتكلم ومش عارفه تعيش، لدرجه ان في بنت طلعت وعملت مسكت الفوط الصحيه بتقول انا كبنت هشتري الفوط الصحيه دي بكام، انا مرتبي كام، الموضوع اتاخد في حته تانية. لكن لو احنا عايزين نفهمه صح ونقدره ونعرف نعدي المرحله دي، بدل ما نرمي اللوم على حد ولا يقول لك الرئيس السبب، الحكومه السبب، مع التجار السبب، نسيبنا من ده كله. احنا السبب، احنا اللي بعدنا عن ربنا، واحنا اللي بنضايقها على نفسنا بحاجتين. اول حاجه اسعى وما تسيبش فرصه، اسعى وامشي واجري. لو بتشتغل شغلانه خليها 2، ما انت كده كده ايدك في النار، ما انت كده كده مكوي بغلى الاسعار. يبقى امشي واسعى واتعب وطلع صدقات، والله ما هتحس. بديك الوصفة السحرية، الوصفة اللي الواحد لو بخيل او الواحد بيغير مش عايز الناس تبقى كويسة زيه مش هيقول عليها، لكن انا بكلمكم ويعلم ربنا وشاهد عليا، وصفة متجربة بقالها كتير. عشان كده بدعو كل واحد شافني دلوقتي اعمل شير للحلقة دي، خليها صدقة جارية، خليها ننصح غيرنا ونقول يا رب فكها علينا كلنا، يا رب ما تخلي حد محتاج، يا رب كلنا نقف مع بعض ونتكاتف مع بعض. أزمة وهتعدي بإذنك يا رب، هنطلع منها بخير. أشوفكم على ألف خير، السلام عليكم.